بداية طبعا ستكون بالحديث مرة أخرى عن الكاف التي تصنع الحدث مجددا، أقصد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي تفتح الباب أمام المنتخبات وأمام النوادي لكي تعتذر عن المشاركة في المباريات وفي البطولات وفي المسابقات من دون أن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين التي تسير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال اعتبار غياب المنتخب المغربي للمحليين عن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت في الجزائر، اعتباره بأنه حدث لاعتبارات خارجة عن نطاق الجامعة الملكية لكرة القدم. وكما تعلمون الأمر يتعلق برفض الجزائر لفتح، مش رفض الجزائر، يتعلق بغلق الجزائر للمجال الجوي منذ 6 أشهر تقريبا في وجه الطيران المغربي لأسباب سياسية ولأسباب أمنية تبقى سيادية معترف بها حتى على مستوى هيئة الأمم المتحدة. عندما تقول الكاف بأن الغياب خارج عن نطاق الجامعة المغربية، هذا يعني بأنه يدخل في نطاق طرف آخر يجب أن يعاقب. الطرف الآخر هو الجامعة الجزائرية والاتحاد الجزائري لكرة القدم، لكن الاتحاد الجزائري ليس له سلطة فتح ولا غلق الأجواء ولا الحدود ولا قطع العلاقات ولا أمر من هذا القبيل، لأنه ليس من اختصاصه وليس من صلاحياته، بل هو من اختصاص أي دولة ومؤسساتها. ومع ذلك الجامعة المغربية لم يعجبها منطق اللا عقاب، لأنه في القرارات الأخيرة للجنة الانضباط الاتحاد الإفريقي لم تعاقب أي طرف، لا الجزائر ولا الجامعة الملكية. قلت الجامعة الملكية لم يعجبها منطق اللا عقاب، فقررت أن تطعن في هذا القرار، في قرار اللا عقاب لدى الفيفا وربما الطاس. ممكن يقصدون لا عقاب المتعلق بلجنة تنظيم البطولة على تصرف فردي. نذكر جيدا في حفل الافتتاح هو لأحد ضيوف البطولة، وهو حفيد نيلسون مانديلا، الذي عبر عن موقفه أثناء حفل الافتتاح، والذي لا يختلف عن موقف جده نيلسون مانديلا، ولا يختلف أيضا عن بلده جنوب إفريقيا، ولا دخل للجزائر في تصريحات أي من ضيوفها في حدث رياضي مثل هذا. الجديد في الأمر أن الجامعة الملكية عادت من جديد لتشترط تنقل المنتخب المغربي للناشئين أقل من 17 سنة في نهاية شهر أبريل القادم عبر رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر على الطيران الملكي المغربي، وإلا ستمتنع عن المشاركة في البطولة المقررة نهاية أبريل المقبل. السيناريو المرتقب طبعا من خلال المعطيات الأولية هو غياب جديد للمغرب، رغم أن الوداد تنقل قبل أسبوعين إلى الجزائر وواجه شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، وقبله أيضا تنقل عبر تونس، وقبله نعود كل مرة ونذكر بتنقل الوفد المغربي المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها الجزائر قبل 10 أشهر من اليوم، ومر عبر تونس. كان بإمكانه أن يأخذ أي طيران آخر ويدخل من الرباط أو من الدار البيضاء إلى الجزائر عبر طيران آخر. المهم الملف يبقى مفتوح في انتظار المستجدات. أغلب الظن أن المغرب سيشترط ركوب الطيران الملكي، وأغلب الظن أن الجزائر سترفض ذلك، ونقع في نفس سيناريو بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. أما ما يتعلق بتنظيم كأس أفريقيا 2025 فكل المؤشرات كما أعلنت سابقا توحي بأنه سيكون من نصيب المغرب. ممكن المؤشرات الجديدة أيضا توحي بأن البطولة أصلا ستكون من نصيب المغرب. ستكون البطولة من تنظيم المغرب دون الحاجة لا لدراسة الملفات ولا لزيارة المرافق والمنشآت، لأننا لم نسمع عن زيارة لجان التفتيش للمنشآت والمرافق. المهم أننا أمام سابقة ومهزلة وفضيحة مثل ما وصفت في وسائل الإعلام الجزائرية، مسيئة لقيم اللعبة ولأخلاقياتها على المستوى القاري. على هذا المستوى